قصة سيدنا يونس عليه السلام ملخصة مشوقة. كان سيدنا يونس عليه السلام نبي مرسل إلى قوم في مدينة اسمها نينوى. قومه كانوا بعيدين عن عبادة ربنا، وكان بيحاول معاهم بكل الطرق، لكنهم كانوا بيكذبوه ويرفضوا يسمعوا كلامه. سيدنا يونس حزن وزعل من عنادهم وسابهم وهرب من المدينة من غير إذن من ربنا إنه يمشي. ركب البحر مع ناس في سفينة، وفجأة الموج عالي جدا والسفينة بدأت تغرق. فالناس قالوا أكيد على السفينة حد عامل ذنب كبير، لازم نرمي واحد. عملوا قرعة وكل مرة تطلع على سيدنا يونس عليه السلام رموه في البحر، وفجأة جه حوت ضخم جدا. أمروا ربنا إنه يبلعه من غير ما يؤذيه. جوه بطن الحوت الظلام شديد، مفيش صوت مفيش حد، لكن سيدنا يونس عرف إنه استعجل وإنه خرج من غير إذن. ساعتها قال دعاء من أجمل الأدعية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يفضل يدعي ويدعي، وربنا يسمع له ويعلمه الصبر والرجوع له. بعد ما تاب، ربنا أمر الحوت يطلعه على الشاطئ من غير أذى، ونبت عليه شجرة يقطين زي القرع تظلله وتحميه. وبعد ما استراح رجع لقومه تاني، ولما رجع لقاهم كلهم آمنوا بالله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا لكم. ولو وصلت لحد هنا فاعرفي إن كل قصة ليها حكمة، وكل ابتلاء وراه فرج من ربنا. افتكروا دايما اللي يلجأ لربنا عمره ما يضيع. ولو عجبتكم القصة قولولي عايزين ايه تاني، وأنا جاهزة أحكي لكم أحلى قصص. شكرا إنكم كملتم للآخر. ربنا يجعل كلامنا نور لقلوبكم.